السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الفج الاقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة. المقادير قدامكم على الشاشة، ممكن تاخدوها سكرين شوت وانا هسيبها لكم برضو في اول كومنت تحت الفيديو. التكنيك بتاعنا النهاردة ممكن ما نستخدمش فيه لا مضرب ولا عجان، بالسباتيول او بمضرب يدوي. اهم حاجه ندخل البودرات كلها مع بعض. اهم حاجه الدقيق والكاكاو يتنخلوا كويس عشان ما يبقاش فيهم تكتلات تبوظ لنا الكيك. هنحط البودرات على بعض، ننزل عليهم البيض والزيت والميه، نديهم تقليبه وننزل بالميه السخنه. ما تقلقوش، هي ميه سخنه دي مظبوطه. نديها تقليبه، مش هتبوظ الكيك ولا اي حاجه. انا هنا استخدمت صينيه مقاسها 26، طلعت لي 3 طبقات. لو انتي عايزه تطلعي تورتايه كبيره منها 4 طبقات او 5 هتستخدمي مقدار 22. الصينيه مقاسها 22 او 24. هسيب لكم صوره التورتايه الكبيره اللي هي في 22 او 24 تحت في الكومنت. دي طلعت 3 طبقات. الكريمه 200 جرام كريمه، 60 سكر، عليهم الميه والضرب، ومعلقتين جناش. الجناش برضو هسيب لكم طريقته مكتوبه وفيديو تحت. اهم حاجه نسقي كويس عشان الكيك دي تقيله شويه عن كيكه الاسبونج. قطعتها هنا 3 بمنشار رقم 9 اللي احنا سيبنا صورته في الادوات بتاعه الكيك اللي احنا لازم نشتريها. طبقه الكريمه يا ريت تكون قد طبقه الكيك اللي احنا حاطينها. ممكن نحط مكسرات، ممكن نحط نوتيلا او جناش في الحشو جوه اللي تحبيه. ممكن ما تحطيش خالص، هي الكيك طعمها مظبوط على الكريمه. هنجلس تجليسه خفيفه من بره ونحطها في الفريزر تلت ساعه. نطلعها، ندي طبقه كريمه تاني، نسحبها بسكرابر مبلول ميه دافيه. هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم، الطبقه ملساء خالص، مفيش اي تعريجات في الكيك. هنحطها على حاجه، انا مرضتش استخدم لا شبكه ولا اي حاجه عشان ست البيت اللي ما عندهاش الادوات دي خالص. عادي خالص، اي حاجه مرتفعه على صينيه اكبر من مقاس التورتايه، وحطي الجنش الاقتصادي بتاعك مظبوط عليها. الجنش الاقتصادي لا هو سخن ولا هو بارد، هو دافي. الكيك متجمد نص ساعه في الفريزر قبل الخطوه دي عشان الجناش اللي ينزل عليه يشد ويتسحب عليه، ما يقعش من عليه ولا ياخد الكريمه ويقع. دي اهم حاجه. السكرابر ده مبلول ميه دافيه. ليه ميه دافيه؟ علشان الكريمه ساقعه خلت الجناش بقى ساقع ومجمد، فانا محتاجه حاجه دافيه تشد وتسحبه السحبه دي، فيبقى شكله من بره بيلمع، شكله من بره مش معوج ولا في حفر ولا اي حاجه، مظبوط كده مسحوب سحبه كويسه. ممكن تدخليه التلاجة بعد الخطوه دي يقعد ساعه مثلا، اللي هو يتماسك قوي وما يبقاش بينقط. تطلعيه تنضفي من تحت الكيك وتشيليها بقى من على البتاع، بس حركتها يبقى فيها خطورة شوية، فبلاش، سيبيها تشد براحتها. الكيك كده كده مجمد بقاله نص ساعة، فتمام مش هيحصل له اي حاجة. الكيكه كده ظبطت معايا، هبتدي انقلها على بورد تقديم او على بورد تقطعي عليه وبعد كده تحطيها على بورد للتقديم زي ما انتي حابه خالص. الروزيتات هنا كانت مربى حليب، ممكن تخليها نوتيلا، ممكن تخليها جناش اقتصادي مضروب بعد ما قعد في التلاجة ليله، تضربيه بمضرب بيض هيعملك زي النوتيلا كده بالظبط. اللي موجود واللي تحبيه. ممكن كريمه عاديه خالص من اللي احنا حشينا بيها. هناخد السكينة الكبيرة بتاعتنا دي، سكينة للتراث بس، مشرشرة، ايديها بلاستيك او عاج مش خشب. الخشب لا خالص، بتدي ريحة وحشة، بتفك بسرعة، مش متينة قوي. اللي انا بقطع بيه ده اسمه تقطيعة 10-12، وش 10 قطع ووش 12. انا هنا هقطعها 10، هي ممكن تقطعيها 12 بس على حسب المقاس اللي انتي تفضليه في القطعة. انا هنا قطعتها 10 قطع وهي كانت مقاس القطعة كبير، فممكن تقطعيه 12 عادي خالص.
الكافيهات بتتقطع 12. المقاس ده مش موجود طبعا، المقاس ده كبير قوي على على ان هو يبقى في الكافيه يعني، فلا طلعيه 12 عادي خالص. السكينة بتاعتنا بتبل مية دافية وتقطعي بيها، تمسحيها بفوطة للحلويات بس، وترجعي تعملي نفس الحكاية تاني وتمسحيها، علشان الكريمة اللي من جوه اللي جت على السكينة ما تبوظش شكلها من بره، ما تطبعش على الجناش من بره. هتقطعي وتبتدي تنقليها على بورد التقديم. دول كده 10 قطع اهو زي ما انتم شايفين قدامكم، القطعة كبيرة مش صغيرة. هحاول اوريكم كمان شكلها من جوه عامل ازاي. يستحسن ان اي كيك تزوقيه يبات في التلاجة من بالليل للصبح، لانه بيشرب الاطعم اللي اتحشت بيها، ما بتبقاش كيكة منفصلة عن الكريمة. انا كده تقريبا شرحت كل الفيديو اللي هيتعمل دلوقتي، انا قلته. هستنى تطبيقاتكم اكيد، وهستنى اي سؤال ليكوا على الجروب الخاص بالكورس المجاني. بصوا دي كانت نوتيلا، نفس الشكل. ممكن يبقى الجناش الاقتصادي اللي احنا زوقنا بيه عليها من فوق لو قعد في التلاجة هيعمل نفس الشكل، ما تقلقيش خالص. زيني بمالتيزر، زيني بشوكولاتة، بأي حاجة متوفر عندك، مفيش حاجة ستاندر لازم تعمليها، المتوفر حطيه. تسلم ايديكم مقدما. هستنى تطبيقاتكم فعلا، ما تنسوناش. اللي ما شافش الحصة الاولى والتانية هسيب لكم اللينك في الكومنت تحت. احنا شرحنا السبونج طريقته وطريقة التزيين وازاي اطلع كريمة زي المحلات مظبوطة. انا كده خلصت، ده شكله من جوه.